هل وضع باتريس كارتيرون هشام أيتمنى في وجه المدفع قبل أن يضعه الأخير كشماعة جديدة لأخطائه؟ جملة صادمة لكنها تختصر بالضبط ما حدث في كواليس الوداد في الساعات الماضية. مدرب جديد خرج من أول مباراة وركز كل جهده على الجانب البدني، وكأن سبب الانهيار الذي ظهر على أرضية الملعب مرتبط فقط بالإرث الثقيل الذي تركه له بن هاشم، الذي صار اسمه رديفا لتعريف معنى فريق بلا روح بدون قوة أو أي شراسة ذهنية. والأخطر من ذلك أن هذا الإرث لم يكن وليد الصدفة، بل جاء في مرحلة كان فيها الرئيس هشام أيتمنى هو من يشرف على الشأن الرياضي في الوداد. من هنا يبدأ السؤال الحقيقي: هل كارتيرون اكتشف العطب فقط، أم أنه اكتشف أزمة أكبر منه ومن الرئيس بحد ذاته؟ من أول تصريح بعد المباراة بدأ أن باتريس كارتيرون اختار أسهل الطرق، تحميل الهزيمة على الجانب البدني والذهني، وكأن الفريق ورث فقط نقص اللياقة ونسي أن الجانب الذهني هو أول مساحة يمكن للمدرب الجديد أن يربح فيها الوقت. ففي هذه المرحلة من الموسم من الصعب تعديل اللياقة في أيام قليلة، لكن من السهل تعزيز الروح مع الحافز وردة الفعل النفسية. لهذا عندما أدلى بتصريحات يوجه فيها اللوم للاعبين بطريقة غير مباشرة، ألغى الهامش الصغير المتاح لحمى البدايات، وزد على ذلك بعض الاختيارات التي زادت من تفاقم المشاكل: إشراك المترجي بعد غياب طويل، وتوظيف الرايح كلاعب رقم 10، والواسطي كظهير أيسر مع بقاء خالي وبوشواري في الاحتياط رغم أنهم تعاقدوا معهم لشغل تلك المراكز. هذه التفاصيل ليست مجرد اختيارات، بل رسائل تزيد من التشكيك في وضوح الرؤية التقنية، لكن المشكل الأعمق ظهر تكتيكيا على أرضية الملعب. الوداد كان مقسوما: 5 لاعبين يصعدون للضغط في ملعب الخصم، و5 آخرون لتأمين الدفاع في نصف ملعب الوداد، ما خلق مساحات كبيرة وتباعدا بين الخطوط. الهزيمة بالنسبة للجماهير الودادية اليوم ليست مجرد خسارة عابرة يمكن إدراجها ضمن تقلبات كرة القدم، بل أصبحت دليلا واضحا على أن الفريق يسير في منحنى تنازلي مقلق في وقت تتقدم فيه فرق الصدارة بأداء ونتائج ملحوظة، خصوصا مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة. المؤشرات لم تبدأ اليوم، بل بدأت تتشكل تدريجيا منذ أسابيع. ففي بداية الموسم ظهر الوداد بصورة مختلفة تماما: فريق متماسك ومنظم ومتجانس في جميع خطوطه، يعتمد على تقارب المسافات بين اللاعبين وتوازن واضح بين الدفاع والهجوم، إلى جانب روح جماعية جعلته قادرا على تدبير المباريات بهدوء وثقة. غير أن هذا المشهد بدأ يتغير شيئا فشيئا، خاصة بعد القرارات التي مست بعض المراكز الحيوية داخل المنظومة. ففي كرة القدم الحديثة تبني الفرق الكبرى قوتها انطلاقا من الوسط الهجومي والأجنحة، باعتبارهما المحرك الأساسي لصناعة اللعب وخلق الفرص. لكن ما حدث داخل الوداد سار في اتجاه معاكس تماما لهذا المنطق. رحيل لورش الذي كان يمثل أحد أهم مفاتيح الفعالية الهجومية ترك فراغا كبيرا على مستوى الربط بين الخطوط وصناعة الفارق في الثلث الأخير. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى إعارة أسماء شابة كانت تملك القدرة على التطور ومنح حلول إضافية مثل الزمراوي وإنزو، في وقت تم فيه التعويل على أسماء عائدة من غيابات طويلة كحكيم زياش الذي ابتعد عن أجواء المنافسة لفترة طويلة، إضافة إلى فاكا الذي غاب بدوره لأشهر عديدة. هذا الخلل في التوازن جعل الفريق يفقد أهم مقوماته الهجومية، فبات عاجزا عن صناعة الفرص بنفس السلاسة التي كان يظهر بها في بداية الموسم. ومع غياب أجنحة قوية ووسط هجومي فعال، أصبح الأداء باهتا يفتقد إلى الإبداع والسرعة والقدرة على كسر التنظيمات الدفاعية للخصوم. وزادت الهالة الإعلامية الكبيرة التي رافقت الانتدابات من تعقيد المشهد، إذ بدت الصفقات في ظاهرها لامعة بالأسماء، لكنها على مستوى الاحتياجات الحقيقية للفريق لم تكن دائما منسجمة مع مراكز الخصاص. هذا التضخم في الخيارات خلق حالة من التيه على مستوى الاختيارات التقنية، وجعل الاستقرار على تشكيلة قارة أو أسلوب لعب واضح أمرا بالغ الصعوبة. ومع توالي المباريات خاصة أمام فرق أكثر تنظيما وقوة، ظهرت محدودية الوداد بشكل أوضح: انتصارات متأخرة بصعوبة، تعادلات مخيبة، ثم هزائم مستحقة، كلها علامات تؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بمباراة واحدة، بل بمسار كامل يسير في اتجاه مقلق. اليوم يجد المدرب باتريس كارتيرون نفسه أمام منعطف حاسم،
فالمباراة المقبلة ضد الدفاع الحسني الجديدي قد تمثل فرصة لإعادة الثقة وبناء دفعة معنوية جديدة إذا أحسن قراءة الاختلالات واتخذ قرارات منطقية تعيد التوازن إلى المجموعة. أما أي تعثر جديد فقد يفتح الباب أمام دوامة من الشك تعيد الفريق إلى نقطة البحث المستمر عن التشكيلة المثالية وطريقة اللعب المناسبة. وفي ظل هذا النسق التنازلي يبقى الخطر الأكبر هو أن يجد الوداد نفسه يبتعد تدريجيا عن صدارة الدوري في وقت تدخل فيه الفرق المنافسة مرحلة الحسم بثبات أكبر وثقة أعلى. إن ما يعيشه الوداد اليوم ليس مجرد أزمة نتيجة، بل أزمة مسار يحتاج إلى قرارات سريعة ومنطقية وشجاعة قبل أن يتحول الموسم بأكمله إلى سباق مطاردة صعب قد يكلف الفريق الكثير.